بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا كده زي ما انتم شايفين دي طماطم، يعني انا والله العظيم ما كانش فيه عندنا ولا حبايه من امبارح، وبالصدفه سمعنا واحد بينده كده، قلت البنت منا انزلي شوفي يا منا الطماطم بكام. جت قالت يا ماما الكيلو وربع ب10. قلت يلا ننزل نجيب، هنروح نجيب لنا ب20 جنيه حاجه تسلكنا. قال لا، لقيت الراجل بيقول لي تاخدوهم على بعض. تاخدهم على بعض بكام يعني يا عم؟ انت بتقول كيلو وربع ب10. قال لا خدهم يا ستي، ايه ال2 كيلو ب15. قلت له لا، انا هاخد بص الكيلو على 5 جنيه. بعدين هاخدهم كلهم، انا مش معايا فلوس يعني الدرجة ان انا اخد ال2 كيلو ب15. قال لي لا خلاص يبقى الكيلو على 7 جنيه. قلت له بص، احنا هنقسم البلد نصين على ايه، على 6. جبت الكيلو على 6 جنيه بس، والله العظيم زي ما انتوا شايفين كده حاجة تفاح ما فيهاش ولا غلطة. الطماطم بجد يعني خزنتها في الفريزر، بس كنت زعلانه جدا وانا بحطها في الفريزر لان ما فيهاش ولا حبايه طريه. طماطم جميله، والحبه اللي انتوا شايفينهم في السبت الازرق ده، هم دول اللي طلعوا تراي، بس هم دول بس اللي طلعوا تراي. غير كده والله ما في، كلها تفاح، حاجه جميله. يعني هي بتيجي ايه، فرص كده، تيجي فرص يعني ربنا كرمني بالفرصه ديت، الحمد لله خدتهم. وجيت بقى غسلتهم وظبطتهم وحطيتهم في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. والله لازم اي واحدة تيجي لها فرصة لازم تستغلها، لازم تستغل الفرص. اي حاجة تجيلك زي كده. الطماطم دلوقتي الكيلو ب10 والكيلو بربع ب10 بالاسلوب ده. شوف بقى لما انت تكون جايبه الكيلو على 6 جنيه